المباراة دي كانت بالنسبة لي من طرف واحد لحد الدقيقة 65، ومن هنا سيفيا فائت. يعني انت حتى الشوط الاولاني كاملا هو بتاع روما عملت كل حاجة صح في الشوط الاولاني، حتى الحظ كان بيساعدها في الوقت اللي هي بتغلط فيه. حتى كرة راكيتيتش في الشوطة بتاعته في الاخر الثواني في الشوط الاولاني جت في العارضة، وكان العادي او الطبيعي وبتحصل كتير انها تخبط في ظهر الحارس وتخش، وما خبطتش وما دخلتش. ومن هنا انا ابتديت اقول ان كده روما اقترب من اللقب، او بمعنى صح كده هيحقق اللقب مع مورينيو. ولكن وللحظة ما وفي الشوط الثاني استمر اداء روما زي ما هو، ولكن جت الدقيقة 65 الموضوع اتغير تماما. كلام في كورة مع احمد نصر. اعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نتكلم عن فنيات المباراة. بصراحة هي سيفيا هي في عاملة ريال مدريد في البطولة دي. يعني ريال مدريد في دوري الأبطال حاجة، وفي كل البطولات حاجة تانية خالص. اهي سيفيا بقى في البطولة دي حاجة، وفي أي بطولة تانية حاجة تانية خالص. هي محتكرة البطولة، بتعرف تكسبها ازاي كويس جدا. ان شاء الله مين نزلها. يعني انت في لحظه من اللحظات وفي سنه من السنين كنت بتلاقي يوفنتوس دي في اما نهائي دوري ابطال او قبل نهائي دوري ابطال. المهم انها من الفرق الكبيره اللي هي بتنافس دوري الابطال، واللي هي مش بتخرج بدري. لما تقابل سيفيا طبيعي ان هي مش من الفرق اللي هي التوب ليفل في دوري الابطال، ودايما ما مش بتكون هي الاقوى في دوري الابطال. ولذلك لما تلعب في اليوروب ليج الموضوع المفروض يكون اخف اهدى لذيذ على اليوفي، لكن اليوفي ما كانش في حالته. واي فرقه بتقابل سيفيا في اليوروب ليج هي ما بتكونش في حالتها خالص. سيفيا هي محتكرة البطولة دي وبتعرف تكسبها ازاي، حتى لو هي كانت وحشة في شوط كامل زي اللي حصل في مباراة روما. مورينيو كان ماشي بالماتش زي ما هو عايز لحد ما جت الدقيقة 65 بالظبط، وافتكر ان ديبالا وابراهام اللي هم مكسبينه ومخليين فرقته ضاغطه وماسكه الملعب ان هم تعبوا، وان لازم يجدد النشاط في الشق الهجومي، وعايز ينزل 2 فريش كده عشان يكملوا الماراثون بقى بتاع الجري ويقدروا يفضلوا يضغطوا على دفاع سيفيا. ولكن سيفيا ما كانش عندها الكلام ده خالص، بل بالعكس ده كانت عارفه كويس قوي هي بتعمل ايه، وان هي كانت بتلعب كده على راي المعلق الجمل بما حمل، وكله بيهاجم وكله بيضغط. خلاص قدامنا كام دقيقه، يا اما نلعبها رجاله يا اما هنخرج بره البطوله. وده فعلا كان ليه اثر ايجابي كبير جدا. اشتغلوا على ايه؟ اسرع طريقه انك توصل الجون هي ايه؟ الكرات العاليه. بس ازاي؟ عن طريق العرضيات، على طول عرضيات، سيل من العرضيات اللي اثمرت على طول من بعد 3-4 دقائق هدف لسيفيا. وابتدت سيفيا رحله العوده في المباراه، ويمكن كمان سيفيا كانت قادره انها تكسب المباراه دي 2-3. كل اللي انا اقدر اقوله ان مورينيو عرف انه مستحيل يكسب المباراه دي في الملعب، وابتدى يمارس شخصيه سيد عبد الحفيظ في النادي الاهلي. الضغط على الحكم، الضغط على اللعيبه، الضغط على الحكم الرابع، الضغط على كل الاعلام، الضغط في كل حاجه هيج الجمهور. الموضوع ما بقاش كوره، هو عرف ان هو مش هيكسب في الملعب، فابتدى يشتغل على الخطوط بطريقه فيها شيء من الشو، كأنه كده ميال اكتر برضو لمرتضى منصور. وابتدى الموضوع يكون فيه كتير من الاشياء الخارجه عن الكرة، وتغييرات كتيره، ولاعيبه بتقع كتير، وخشونه في الملعب، وخناقات على الخط، وحاجات غريبه جدا ما بتشوفهاش في الدول اوروبا او ممكن نشوفها في الكوبا امريكا. لحد دلوقتي او لحد اللحظه دي كانت المباراه ماشيه في سير الطبيعي، وكأن حسيت ان مورينيو كان مخبي حاجة أو عنده حاجة ممكن يعملها، ولكن أنا ما لقيتش عنده حاجة. هو بيمشي المباراة في اتجاه ضربات الجزاء، لأنه فجأة من بعد ما كان بيلعب ضغط عالي، أو بمعنى صح بيلعب كرات منظمة هجومية، لأنه هو بقى بيلعب زون ديفينس ومقفل قوي ومش عايز لعيبة تطلع. كل كوره كانت بتخرج من الدفاع لمنطقه الهجوم او التطفيش وبيخرجوا الكوره، ما كنتش بلاقي لعيب واحد في روما، ما فيش. هو ممكن يكون الفيرود مثلا والباقي كله في التلت الدفاعي من المباراه. طب انت حضرتك هتكسب ازاي؟ يبقى هو هنا مش عايز يكسب،
هو كده عايز يوصل لضربات الجزاء، لان لاحظ ان سيفيا فائت، ولما تلاقي وحش فاق لابد ان انت تتعامل معاه بطريقه هاديه جدا، والريح لما يعلى لازم انت تطاطي، وده اللي كان بيعمله مورينيو، ومع الاسف ما قدرش ينجح فيه لانه ناسي ان ياسين بونو كان من احسن الحراس اللي كانوا موجودين في كاس العالم قطر 22، وكانت من اهم مميزاته ان الراجل بيعرف يصد ضربات الجزاء، وده اللي فعلا حصل، وسيفيا قدرت تكسب بفضل الله طبعا، ثم ياسين بونو بصدد ضربه الجزاء اللي حتى لما الحظ يعني مال شويه ل روما وصدوا ضربه جزاء، والامال ابتدت يعني ترجع مره اخرى، لقيت لك لا الموضوع ستوب، الامال مش هتيجي دلوقتي. طب ليه يا فندم؟ لان الحكم تدخل واعاد ضربه الجزاء، ومن هنا قدرنا نقول ان المباراه كده انتهت بنسبه 100%، لان سيفيا كانت حاطه اكتر من سيناريو للمباراه، وتقسيمه السيناريو ده او بمعنى اصح كده تقسيمه المباراه كانت ناجحه جدا. ومن هنا بقى نقول الخبرة. البطولة دي بالمناسبة ما دخلتش إيطاليا من 12 سنة، يعني بطولة يشتاق إليها دولة إيطاليا عامة. وأنا بصراحة كنت ميال شوية ناحية روما، لأن أنا يعني من محبي توتي، فكان نفسي يعني ان روما تكون هي من الفرقه اللي خدت البطوله دي، لان كفايه سيفيا خدت كتير قوي، يعني خدت كتير البطوله دي خلاص كفايه، يعني خلصوا الرقم القياسي في البطوله، خلاص كفايه. انا كان نفسي اشوف وجه جديد بصراحه. مشروع مورينيو في روما كان كويس جدا، وصوله للنهائي دي حاجه رائعه جدا، وكان يعني النهايه الطبيعيه او النهايه المتوقعه عند اغلب مشجعين الكره ان روما تكون البطل، او تكون كلاسيكي شويه او واقعي، يعني تقول ان الطبيعي ان سيفيا هي الفرقه اللي هي على طول بتعرف تكسب البطوله دي. فكان بالنسبه لي فكره ان روما ما تاخدش البطوله دي كانت حاجه احزنتني، كنت اتمنى ان روما تاخدها، لان يعني لحد دلوقتي لسه في احتمالات وارده ان روما ممكن ما تشاركش في اي بطوله اوروبيه الموسم الجاي، او ممكن تشارك. فوضع الدوري في ايطاليا غريب جدا، فانت تكسب ماتش تطلع لفوق، تخسر ماتش تنزل تاني تحت، الموضوع مش سهل ومش بسيط. فلذلك انا كنت اتمنى ان يفوزوا بالبطوله ديت، يعني كانت هتبقى حاجه كويسه جدا لروما وانتهاء للمشروع، ولكن التغييرات الخاطئه وكمان سوء مستوى اللعيبه في الشوط الثاني، التغييرات الغير موفقه تماما، يعني حتى اللعيبه ممكن تكون التغيير ينزل غلط، بس ان هو ما يبقاش موفق دي اكتر انيل، يعني دي انيل. ممكن انزل لاعب مكان لاعب فممكن ده يكون هو فايق فينقذ الدنيا شويه، لكن انزل لاعب هو اصلا ما عمليش اي حاجه، ما حسيتش ان فيه اي حاجه. وكده اكون انا خلصت الحلقه. ما تنساش بس تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب او اشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد نصر، الى اللقاء.